حقق المنتخب المغربي فوزا مستحقا بنتيجة 2-0 على نظيره التونسي في مباراة ودية أقيمت على ملعب فاس. جاء الهدف الأول عن طريق النجم أشرف حكيمي الذي استغل تمريرة متقنة ليودع الكرة في الشباك. أما الهدف الثاني فسجله أيوب الكعبي بعد هجمة منظمة، مؤكدا تفوق أسود الأطلس في اللقاء. شهدت المباراة أداء قويا من المنتخب المغربي، حيث سيطر على مجريات اللعب وقدم مستوى فنيا مميزا. تخللت المباراة لحظات مثيرة، حيث قدم الفريقان تلخيص مباراة المنتخب المغربي. أريد أن أقول لكم أرجو أن تفعلوا متابعه فضلا وليس أمرا. تحياتي. أريد أن أقول لكم ثانيا مبروك عيدكم كل عام وأنتم بخير. أداء متحمسا وتعاملوا بجدية مع كل فرصة. اختتم المنتخب المغربي المباراة بأداء رائع، مما زاد من آمال الجماهير في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية. هذا الانتصار يعكس تطور المنتخب المغربي وقدرته على المنافسة في البطولة القادمة.